هقول لكم وصفتي عشان نعمل فراخ كريسبي ومش هتجيبوها من بره تاني. اول حاجه هنجيب لبن رايب وننزل فيه الدبابيس بتاعتنا ونتاكد انها متغطيه كويس جدا، وهنسيبها على الاقل 4 ساعات، عليهم رشه فلفل اسود، وهنسيبهم بقى كده على جنب. اهم حاجه تسيبوها كويس جدا عشان تخلي اللحمه تستوي بسهوله. هنجيب بقى مع كوبايتين كبار من الدقيق، عليهم كوبايه كبيره من النشا، وعليهم بقى ملح وفلفل اسود، وكمان بابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وهنقلبهم كويس جدا. وهي ده الخليط اللي هنعمل فيه الفراخ نغطيها بيه. بصوا قلبناه كويس. يلا بينا بقى نجيب الفراخ ونغطيها كويس قوي. اهم خطوه بقى اول ما نغطي الفراخ كويس قوي ان انتوا قبل ما تحطوها في الطبق تدوها رجه كده، تنزل اي دقيق زياده. يعني بنرجها رجه كده زي ما انتوا شايفين. الرجه دي تدي خطوط شكلها حلوه قوي بعد ما تحمر. ضفت كمان معلقه شطه عشان تبقى شويه سبايسي. وبعد كده بقى ايه هننزلها على الزيت على طول. عايزاكم تطبقوا الخطوات دي بكل الحذافير بتاعتها. الزيت هيكون سخن وهنوطي عليه النار اول ما ننزل فيه الفراخ بتاعتنا. تقريبا بقى بتقعد نص ساعة كده وبتطلع بالحلاوة دي. شايفين اللون؟ شايفين ازاي كريسبي؟ خطيرة. وصفة سهلة ولذيذة. ما تنسوش بقى اللايك والفولو، واشوفكم في وصفة